السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أخواتي في قناتكم عالم النساء مع آدم. إذا كنتوا باقي ما انضميتوش للقناة ندعوكم الانضمام بالضغط على الزر الأحمر الموجود أسفل الفيديو وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. وإلا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بواحد اللايك باش تشجعوني. تنقدم لكم اليوم هذه الحلوى الرائعة تتوجد في 10 دقائق، سهلة وبسيطة وبمكونات غنية. سميتها حلوى الذكاء لأنها فيها مكونات تنشط وتزيد من التركيز. غتصلح لوليداتك، غتستغني على السقاطة اللي كلها مواد كيماوية ومحافظة ومضرة بطبيعة الحال. صايبي ليهم هاد الحلوى في الدار ديالك وعطيها ليهم واكيد غادي تنال اعجابهم، زيادة على انها مقوية وتزيد من الذكاء وغادي تعجب حتى الكبار، وفي نفس الوقت راقية يمكن لك تقدميها حتى في المناسبات ديالك. ما نطوش عليكم ويلا نشوفوا كيفاش حضرنا هاد الحلوى الرائعة بأبسط الخطوات. تابعوا معايا الفيديو الى النهاية. يلا نبداو على بركة الله. اول حاجه غادي نصايبو هي الحليب المركز المحلى. هاد الحليب المركز تنصايبو بجوج مكونات والماء فقط. تيجي تماما بحال اللي تيتباع في المحلات، غير جربوه ما غاديش تبقاو تشريوه نهائيا. تيجي تماما بحال اللي ديال الزنقه وبدون مواد حافظه، تيجي رائع بزاف. تابعوا معايا كيفاش تنحصلوا عليه بهاد الطريقه هادي بادق التفاصيل غادي نعطيها لكم. ويلا نبداو على بركه الله. تنحتاج ليه على بركة الله إلى 60 غرام من الحليب بودرة المجفف. أنا استعملت هاد النوعية هادي، وهاد النوعية هي اللي تطلق مع الحليب المركز المحلى. تيجي تماما بهاد النوعية بحال اللي تيتباع في الزنقة. تنحتاج منه 60 غرام. إذا عطاني كأس غير مملوء، نفس الكأس عبرت به السكر كما تلاحظوا معايا. 60 غرام عطاتني كأس غير مملوء. درت كأس غير مملوء من السكر ونصف كأس قل شوية من الماء كما تلاحظوا معايا، يعني نفس القياس. الا بغيتو تضاعفوا المقادير غديروا كأس كبير من الحليب مثلا مع كأس كبير من السكر مع نصف كأس كبير من الماء. هذا هو القياس، وحافظوا على القياس باش تعطيكم النتيجة كما عطاتني انا. ونبداو على بركة الله في الكأس ديال الخلاط الكهربائي. تنوضع نصف الكأس قل شوية ديال الماء وتنزيد عليهم الحليب والسكر وتنطحن هذه المكونات جيدا بالخلاط الكهربائي. ضروري من الخلط الجيد. من بعد ما ضربت المكونات جيدا غادي نجيب هاد الكاسرول وغادي نفرغهم فيها وغادي نحطو على نار مهيله مع التحريك المستمر لمده 5 دقائق. ضروري تركز على النار تكون مهيله بحال الشمعه مع التحريك، ما تغفلوش عليه ابدا مع التحريك المستمر لمده 5 دقائق لا اقل ولا اكثر. غير يبدا يسخن ليا شي شويه وغادي نحيدو، وما تغفلوش عليه ابدا باش ما يتحرقش ليكم. من بعد وهذا هو الشكل ديالو من بعد ما وضعته على النار وحسبت له 5 دقائق. في حالة ما غفلتو عليه وبدا يتلصق لكم يمكن لكم تصفيه باش تخلصوا من اي حاجه فيه. هذا هو الشكل ديالو. تنوضعوه في هذه العلبه هذه. تيجي تماما كما تلاحظوا معايا بحال اللي تيتباع في المحلات، ومنين غيبرد غيزيد يعقد ويتعلق. كيف ما تلاحظوا معايا قوام رائع. غير طبقوا النصائح اللي عطيت في الفيديو وغادي يجيكم تماما بحال هذا. وندوزو نوجدوا الحلوى ديالنا. تنحتفظوا به في الثلاجة من 3 أسابيع إلى 4 أسابيع، ما تيخسرش ومذاقه تماما بحال اللي تيتباع في المحلات. تنحتاجوا لهاد الحلوى على بركة الله إلى كمية من الشوكولات الأسود اللي دوبته في حمام مائي، وهذا دوبته مع القليل من الزيت حتى حصلت عليه بهذا الشكل هذا.
وتنحتاج الى كميه من المكسرات حسب الرغبه اللي متوفر عندكم. انا درت هنايا شويه ديال الكاكاو اللي حمرته في الفران، هذا هو الشكل ديالو، شويه ديال الكركاع وشويه ديال اللوز اللي سلقته وقشرته وقليته في الزيت، كلهم طحنتهم وهذا هو الشكل ديالو. من بعد ما طحنتهم يمكن لكم ديروا اي مكسرات او تكتفيوا غير بواحد على حسب المتوفر وعلى حسب الاختيار ديالكم والذوق ديالكم. وتنحتاج كذلك الى كميه من الزبيب، العنب المجفف اللي رقته في الماء وصفيته ونشفته مزيان، ضروري يكون ناشف مزيان. وغادي نحتاجو الحليب المركز المحلى اللي وشته معكم في اول الفيديو، هذا هو الشكل ديالو. من بعد ما برد زاد اختاروا تعلق، هذا هو الشكل ديالو. وغادي نحتاج كذلك الى الكورن فليكس، الكورن فليكس اللي تنخلطه مع الحليب، هذا هو الشكل ديالو. انا تنستعمل هذا ديال الذره اللي تيعطي واحد القرمشه هائله لهاد الحلوه هذه، وغادي يعجب وليداتكم. ونبداو على بركه الله. غادي نضيف نصف الكميه ديال الزبيب العنب المجفف لهاد الشوكولات هذا، والنصف الثاني غادي نحتفظ به حيت غادي نوجد به شكل اخر من الحلوى، هو اللي غادي نحتاجو فيه الحليب المركز المحلى. الحليب المركز المحلى ما غاديش نحتاجو دابا، وكيف ما تلاحظوا معايا غادي نضيف المكسرات ديالي اللي مطحونين، وغادي نضيف كميه من الكورن فليكس، وغادي نحرك، وإلا احتاجيت غادي نزيد، الا احتاجيت المكسرات او الكورن فليكس غادي نزيد حتى نحصلوا على واحد الخليط اللي يكون متماسك كما غادي تلاحظوا معايا. وغادي نستمر في الخلط. هذا هو الشكل ديال الخليط ديالنا. من بعد ما بقيت تنزيد الكورن فليكس والمكسرات حتى تعلك ليا وتجمع ليا بحال هذا الشكل هذا. دابا جبت هاد الكويعطات هادو راني وريتهم لكم في الفيديو، ولكن نسيت ما ذكرتهمش. كويعطات بحال هادو باش نديرو فيهم الخليط ديالنا، خليتهم ودهنت شويه يديا بالزيت، وغادي نبقى نهز من الخليط ونشكل هكا ما بين صباعي على شكل كويرات، ماشي شكل كويرات، غير نجمع هكا ما بين صباعي ونحطهم في هاد الوريقات او الكويعطات بهذا الشكل هذا. يمكن لكم ديروا هذه العمليه غير بجوج معالق صغارين، ما ديروش كاع بيديكم. تهزوا بجوج معالق وتحطوا في هذه الكويعطات. انا فضلت ندير بيديا باش نعرف القياس اللي تنهز، وغادي نستمر بهذه الطريقه هذه، تنهز من الخليط ونقادو ما بين يديا ونوضعو في هذه الكويعطات بهذه الطريقه السهله والبسيطه. وغادي نستمر بنفس الطريقه الى نهايه الكميه، وندوزو نشوفوا الشكل الثاني من الحلوه ديالنا. تنحتاج لهاد الحلوى الى نصف الكميه المتبقيه من المكسرات اللي مطحونين، استعملت في الشكل الاول غير نصف الكميه. وغادي نحتاج الكورن فليكس اللي طحنته كما تلاحظوا معايا، يمكن لكم ما تطحنوش، تيبقى على حسب الرغبه. وغنحتاج الى نصف الكميه المتبقيه من العنب المجفف. دابا عاد غادي نحتاج الحليب المركز المحلى اللي وجدنا في بدايه الفيديو. ونبداو على بركه الله. غادي نضيف نصف الكميه ديال الكورن فليكس المطحون الى المكسرات، ونصف الكمية غادي نحتفظوا بها للتزيين. ثم غادي نضيف العنب المجفف. هذا العنب المجفف مفيد بزاف، الفوائد ديالو لا تعد ولا تحصى، من بينها انه تحارب هشاشة العظام، كما انه محفز للذاكرة ومقوي للتركيز وتعطي ذكاء لوليداتنا. لهذا ضروري ما ندخلوا للتغذية لوليداتنا وتغذيتنا حتى حنا. وكما تلاحظوا معايا راني تنضيف الحليب المركز المحلى، غادي نبقى نضيف وغادي نخدم بيديا حتى يتجمع لينا الخليط ونقدروا نشكلوا منه كويرات كما غادي تلاحظوا معايا.
وهذا هو الشكل ديال الخليط ديالنا. نقدر نكورو ما بين يديا. دابا غندهن يديا بالقليل من الزيت وغنشكل منه كويرات وغنفندهم في الكورن فليكس المطحون وغنوضعهم في هاد الكويرطات بطريقه جد سهله وبسيطه. في هذا الفيديو انا عطيتكم جوج اقتراحات يمكن لكم تكتفيوا غير بنوع واحد على حسب المتوفر والموجود عندكم. المهم هو نوجدوا لوليداتنا شي حاجه صحيه ونفرحوهم ونخفوا من السقاطه والحلويات اللي عامله بالمواد الحافظه والمضره، ونستمر بنفس الطريقه الى نهايه الكميه ونتلاقوا في الشكل النهائي. وهذه هي الحلوه ديالنا. هذا هو الشكل النهائي ديالها. تجي بهذا الشكل هذا. انا عطيتكم جوج افكار، جوج ديال الاقتراحات بنفس المكونات تقريبا. غير الاولى جمعناها بهذاك الشوكولات الاسود اللي ذوبنا، والثانيه تجي معلكه بهذاك الحليب المركز المحلى اللي وجدنا مع بعضياتنا. طبيعي 100% ما فيه اي مواد حافظه. جربوه ما غاديش تبقاو تستغناو عليه. وهذه الحلوه مليئه بالمكونات والبروتينات والمعادن المفيده، وكذلك كما قلت لكم الزبيب او العنب المجفف راه تيحارب هشاشة العظام وتيعطي التركيز وتيقوي الذاكرة طبيعيا. سبحان الله. تتمنى الفكرة ديال اليوم تنال إعجابكم. كذلك هذه الحلوة تتبقى راقية في الشكل ديالها، يمكن لكم تحضروها في المناسبات ديالكم أو الضيوف ديالكم. تتبقى راقية وتجي لذيذة بزاف، تتعجب الكبار والصغار. تتمنى تنال إعجابكم. سهلة وسريعة التحضير، ما دوزناش فيها 10 دقائق وكانت واجدة. تتمنى تنال إعجابكم وتجربوها وتردوا عليا الأخبار. ولأي اقتراحات أو استفسارات خليوها لي في التعاليق. تعاليقكم كتفرحني وكنقراها بكل اهتمام. واللي كنتو باقي ما انضميتوش للقناه تندعوكم الانضمام بالضغط على الزر الاحمر الموجود اسفل الفيديو وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. الى الفيديو القادم بحول الله. في امان الله.